السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن أب اتجرد من كل معاني الإنسانية والأبوة. ولما تسمعوا أحداث القصة اللي هتكلم عنها النهاردة مستحيل تتوقعوا أحداثها، ومستحيل تتوقعوا التخطيط الشيطاني اللي الأب ده خططه. في 2012 حمدي فؤاد وبيشتغل أمين شرطة في بني مزار محافظة المنيا. حمدي راح عمل محضر في اسم الشرطة وقال إن هو صحى من النوم الصبح لقى بناته التلاتة ميتين في أوضتهم، والشرطة تسأله عن سبب الوفاة فيقول تقريبا لدغهم تعبان. علشان الشرطة تروح بسرعة لبيت حمدي فيلاقوا فعلا التلات بنات ميتين في نفس الأوضة، والتلات بنات على سرير واحد وكلهم ميتين. وفعلا كلام حمدي صح، لأن هم تقريبا ملدوغين بلدغة تعبان التلاتة إصابتهم واحدة وفي نفس المنطقة فوق كعب الرجل إصابة التلات بنات. فطبعا الشرطة تحول التلات بنات للطب الشرعي، والشرطة كمان تعرف إن الولد اللي عنده 20 يوم أخوهم الصغير اللي من الزوجة التانية كان موجود معاهم في نفس الأوضة، بس ما حصلوش أي حاجة وكويس وعايش. وكمان الشرطة تعرف إن التلات بنات دول من نفس الأم، وهي الزوجة الأولى لحمدي. فطبعا لو فيه شبهة جنائية أكيد الشك هيروح للزوجة التانية، لأن ابنها كان موجود في الأوضة وما حصلوش حاجة، فممكن هي اللي تكون متضايقة من البنات وعملت فيهم كده، ده لو فيه شبهة جنائية. بس الشرطة برضو تبدأ تحريات وبحث وتحقيق مع الجيران كلهم وأهل المنطقة كلهم، علشان الكل يقول إن عمرهم ما شافوا تعبان في المنطقة، وإن المنطقة كلها ما فيهاش أي تعابين. فطبعا الشرطة مش عارفة تتصرف ازاي، ويا ترى هما فعلا في شبهة جنائية ولا لأ. بس علشان الشرطة تفهم القضية صح كان لازم تستعين بحاوي من المنطقة دي، والحاوي ده هو اللي بيقدر يصطاد التعابين ويبقى فاهم في أنواع التعابين وفي أنواع لدغاتهم كمان، بيبقى فاهم كل حاجة عن التعابين يعني. فطبعا الشرطة جابت حاوي من منطقة بني مزار وبدأوا يسألوا ويقولوا له هو التعابين موجودة في بني مزار، في أنواع تعابين موجودة، عشان يقول إن بني مزار ما فيهاش أنواع كتيرة من التعابين وما فيهاش كمان أنواع خطيرة من التعابين. يعني حتى لو كان موجود فيها نوع تعبان فنوع التعبان بيبقى مش خطير ومستحيل يهاجم إنسان ويموته. علشان الشرطة توري للحاوي دي لدغات التعبان الموجودة في رجل التلات بنات، علشان الحاوي يأكد إن أكيد الموضوع ده فيه شبهة جنائية وحد هو اللي عمل كده في البنات، لأن اللدغات دي لدغات تعبان الكبرى. وتبدأ الشرطة بقى تسأله طب ليه فيه شبهة جنائية؟ ليه أكيد يعني؟ يقول عشان المنطقة زي ما قلت لكم ما فيهاش أنواع تعابين كبيرة كده وضخمة كده اللي تلدغ إنسان بالطريقة دي وتهاجمه. ويقول كمان إن تعبان الكبرى مستحيل يهاجم إنسان وهو نايم. والحاوي ده يقول كمان إن التلات بنات ملدوغين في نفس المنطقة فوق كعب الرجل، فدي حاجة غريبة يعني كبرى وهتلدغ في نفس المنطقة التلات بنات. وكمان يكمل كلامه ويقول إن مستحيل يلدغ البنات في وقت واحد، لأن الكبرى بتفرز سمها على شخص معين مثلا وتستنى لمدة ساعتين أقل حاجة علشان يتكون عندها سم تاني وتقدر تفرزه. وتقرير الطب الشرعي طلع وقال إيه بقى؟ وقال إن البنات تاريخ موتهم متقارب مع بعض، يعني وقت موتهم كان ورا بعض على طول بينهم دقايق محدودة. فيكون رد الحاوي على تقرير الطب الشرعي ده إن أكيد أكتر من تعبان كبرى هو اللي عمل كده في البنات، لأن وقت وفاتهم متقارب من بعض. وزي ما قلت لكم في الأول لو في شبهة جنائية يبقى الزوجة التانية هي اللي عملت كده، لأن ابنها كان موجود في نفس الأوضة وما حصلوش حاجة. بس برضو الشرطة لما راحت عشان تشوف البنات وهم لسه في البيت كانوا ميتين
لقوهم كانوا لابسين لبس نظيف جدا وهم نايمين. يعني معنى كده إن مرات الأب دي كانت مهتمية بيهم وملبساهم نظيف. فبسؤال الجيران بقى، كل الجيران شهدوا إن الزوجة التانية دي مرات الأب كويسة جدا مع البنات، وكانت بتعاملهم كأنهم بناتها وبتهتم بيهم وكانت طيبة جدا معاهم. فالشك اتنقل من الزوجة التانية للأب نفسه، لأن الأب وهو رايح يعمل بلاغ في اسم الشرطة قال إن البنات ميتين بلدغ التعبان. طب هو كان عارف منين إن في لدغ التعبان ومفيش تعابين أصلا موجودة عنده في الشقة؟ فبدأ بقى اللي بيحققوا مع الأب يضغطوا عليه جامد جدا في التحقيقات لحد ما يعترف، وتبدأ اعترافاته بإيه بقى؟ إن هو يطلع من جيبه علبتين كبريت، علبة مستخدمة وعلبة مش مستخدمة خالص، ويبدأ بقى يتكلم ويقول علبتين الكبريت دول أنا ولعت بيهم التعابين اللي قتلت بيها البنات. ويبدأ يحكي تفاصيل غريبة جدا ومرعبة جدا مستحيل تخطر على بال بشر أصلا. وكان بداية تخطيط حمدي إن هو عايز طريقة يقتل بيها البنات التلاتة، بس تبان طريقة طبيعية علشان ما يجيش اللوم عليه أو التهمة تبقى عليه. يعني فيعمل إيه؟ يفكر إنه ممكن يقتلهم بسم تعابين، وخاصة سم تعبان الكبرى، بس هو ما يعرفش أي حاجة عن التعابين ولا يعرف يتعامل معاها إزاي. فراح سافر القاهرة في سوق الجمعة هناك علشان هناك يتعرف على تاجر اسمه إبراهيم متخصص في تجارة الزواحف والتعابين، ويشتري منه 4 تعابين كبرى. فطبعا الشرطة تستدعي إبراهيم التاجر ده وتبدأ تحقق معاه، عشان يبدأ بقى يتكلم ويقول إبراهيم إن فعلا حمدي راح له من 3 شهور وقال له إن هو عايز تعابين علشان هو بيشتغل في كلية الصيدلة ومحتاجين التعابين هناك تعابين كبرى، فخد منه 4 تعابين. بس بعد أسبوع رجع له التعابين دي تاني وقال له إن التعابين دي ما فيهاش سم، وأنا التعابين اللي عايزها تبقى بسم. فطبعا إبراهيم بدأ يشك في حمدي ويقول له أنت عايز التعابين بسم ليه؟ هتعمل إيه بسم التعابين؟ عشان حمدي يقول لإبراهيم إنه شغال في كلية الصيدلة في جامعة المنيا، والدكاترة هناك طلبوا منه إن هو يجيب لهم تعابين الكبرى علشان يطلعوا السم منها ويفهموا الطلبة ويشرحوا لهم إزاي بيستخدموا سم الكبرى في العلاج. وكمان حمدي يطلب من إبراهيم إنه يفهمه إزاي يمسك التعبان وإزاي يطلع السم من التعبان علشان يبقى يعمل كده في المعمل للطلبة. فيبدأ إبراهيم يفهم حمدي إزاي يمسك تعبان الكبرى ده، وإزاي يطلع السم من تعبان الكبرى وياخد منه تعبان ويمشي. بس بعد برضو أسبوعين يجيب التعبان ده تاني لإبراهيم التاجر ويقول له لأ، التعبان ده صغير ومش قوي، أنا عايز كبرى تكون كبيرة وسمها قوي جدا. فطبعا إبراهيم يديله كبرى قوية وسمها قوي يعني وكبيرة، بس إبراهيم يقول له هات لي واحدة كمان. المهم إبراهيم ياخد 2 تعابين كبرى ويسافر المنيا، ويفضل بقى التعابين دي عند حمدي، وحمدي يفضل متواصل مع إبراهيم في التليفون دايما وبيفهم منه إزاي يتعامل مع تعابين الكبرى وإزاي يطلع منهم السم علشان يعرف معلومة من إبراهيم فادت حمدي جدا في خطته، وهي إن ممكن تعابين الكبرى تقعد 20 يوم من غير أكل ولا شرب خالص، وكل ما يعدي يوم على الكبرى من غير أكل ولا شرب بيزيد سمها ويزيد قوة سمها وفعاليته. علشان أول ما يخلف الولد من مراته التانية، يوم ما يخلف الولد يوم ما يبطل أكل وشرب للتعابين الكبرى اللي موجودة عنده نهائي، علشان يقعدهم 20 يوم من غير أكل وشرب نهائي. ويكمل حمدي ويقول إن هو بعد 20 يوم دول حط تعابين الكبرى في كيس كبير، وبعد كده اتعامل معاهم بالطريقة اللي اتعلمها من التاجر إبراهيم، وإن هي جاب حاجة وقعد يضربهم على دماغهم جامد جدا عشان يستفزهم ويرفعوا دماغهم ويعضوا الشخص اللي قدامهم أو يفرزوا السم اللي جواهم على الشخص اللي قدامهم.
وفعلا ضربها على الكبرى على راسها كتير، وبعد كده مسك دماغ الكبرى وخلى نابهم يبقى موجود فوق كعب البنات علشان يلدخهم واحدة ورا التانية، علشان يفرز السم القوي اللي جواهم ده داخل البنات ويموتوا. وده اللي حصل فعلا، والبنات ماتت. علشان يبان ان هو الشخص غير سوي وغير طبيعي، فتبدأ الشرطة تعمل تحريات على حمدي، فيلاقوا في التحريات دي ان حمدي والده طلق والدته من وهو لسه صغير، لسه طفل، لان والدته خانت جوزها يعني او والده مع اكتر من شخص. وطبعا حمدي كان بيشوف تصرفات والدته اللي مش كويسة دي قدامه، وكمان كان دايما الجيران والاهل اللي يعرفوه يعني دايما كانوا بيتنمروا عليه وبيعايروه بموضوع والدته. فدي حاجة كانت مؤثرة في نفسية حمدي جدا، وكانت عاملة له حالة نفسية سيئة. والموضوع ما انتهاش بقى على كده، الموضوع كبر مع حمدي، ويبدأ حمدي بقى يكمل كلامه ويقول إن هو لما اتجوز مراته الأولى لقاها فاقدة العذرية. ويكمل كمان حمدي ويقول إن هو دايما كان حاسس إن هي بتخونه، ودايما كان بيشك فيها، فدايما كان بيتخانق معاها ويعمل معاها مشاكل، بس هو ما كانش في إيده دليل ولا مرة. كل الخيانة اللي هو بيتوقعها دي توقعات من عنده يعني لمراته الأولى إن هي بتخونه، دي توقعات حمدي عن مراته. فدايما كان بيعمل معاها مشاكل بسبب شكه فيها، وهي عشان تضايقه اكتر كانت دايما تقول له ان البنات دي مش بناتك. ده الكلام اللي قاله حمدي في التحقيقات. وبرضه قال حمدي في التحقيقات ان هو عارف ان الثلاث بنات بناته، وان مراته الاولى كانت بتقول كده بس عشان تضايقه وتستفزه. ولما قرروا الانفصال عن بعض هو ومراته الاولى، مراته الأولى سابت له الثلاث بنات هو اللي يربيهم ويشيل مسؤوليتهم علشان تعاقبه. ده الكلام اللي قاله حمدي في التحقيقات. فطبعا تم الحكم على حمدي ب15 سنة علشان اكتشفوا فعلا ان هو عنده مشكلة نفسية. فمن هنا القاضي ما حكمش عليه بالإعدام وحكم عليه ب15 سنة بس. انتوا بقى رأيكم ان هو كان يستحق فعلا حمدي 15 سنة بس، ده عقابه بس يعني على قتل 3 بنات ملهمش أي ذنب غير إن هو حمدي ده والدهم؟ وكمان انتوا تتوقعوا إن واحد زي ده خطط التخطيط المدة الطويلة دي، وأول ما خلف ولد بدأ يمنع الأكل عن تعابين الكبرى لمدة 20 يوم، وهي مدة عمر ابنه أصلا. ابنه لما البنات ماتوا كان ابنه عمره 20 يوم. واحد عمل ده كله وخطط التخطيط ده وقعد يتدرب ويتعلم ازاي يعمل في تعابين الكبرى انه يطلع سمهم. واحد زي ده معقولة واحد زي ده يبقى مريض نفسي او عنده مشكلة نفسية يعني؟ فدي السبب. انتوا توقعوا الكلام ده صح يعني؟ والكلام ده منطقي وهو يستاهل 15 سنة بس ولا يستاهل اعدام؟ وحمدي كمان قال حاجة مهمة برضو عايزة اقولها لكم، قال ان هو عنده عقدة من كل الستات، علشان كده كان دايما بيعامل البنات وحش وقرر ان هو يقتلهم ويخلص منهم. طب انت لو عندك عقدة من كل الستات ما انت اتجوزت تاني، اتجوزت ليه؟ لما خلفت ولد فانت قررت تخلص من البنات؟ حاجة غريبة يعني. وطبعا ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في القصة في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك والشير لقناة كلام موزون.